الملاعب في المستوى لان هنايا رايح ماشي غير تلعب كوب دافريك، رايح توري لي الصوره وتبين كوتي تاع السطال الملاعب هادو على بالنا بهم ما تبناوش البارحه تاهم غير يطلعوا دوك في دوبي كالكو زاني. هادشي كاين بصح انت وري لي بلاد في العالم انت يتكلموا على البوزيتيف، يتكلموا على النيجاتيف خاطرش يغيدهم الحال ماذا بهم بلادهم تكون خير وكاع. هذا هو اللي يتكلم لك. ما تقولوش انا هذاك بريميرمون ما يحبش بلادو، دوزيامون ايبوكريت اي تروازيامون انكومبيتون. وما قال لك سوا شيرشي لي طاش نوار. لا اون شيرش لي طاش نوار باسكو نتوما فزاد دي انكومبيتون، ما راكمش كاباب تحكموا هذه حاجه سهله ماهيش واعره، ما راكمش. واللي داركم ما خممش مليح، اللي حطكم في هاد الاماكن كما تقول نتايا في هاد لي بوست هادو ما خممش مليح خويا اسمح لي. ما لازمش الناس هادو يكونوا في هاد الاماكن. التحيه لكم بهذا التحفه وهذا الملعب العالمي ما شاء الله، ملعب مولاي الحسن الافتتاح الرسمي ديالو. وانا نعطي لكم هذا الفيديو هذا وشوفوه يعني، وغنحط لكم التصاور قدامنا. ملعب ديال المقابله اللي راها جاريه ضرب ما بين نيجيريا والغابون، الافتتاح الرسمي هو صفعه قويه لصحافه الزيكو اللي موالفين الملاعب يتخدموا في 14 عام 20 عام مساكين ما عارفينش بلا اليوم كاين الذكاء المغربي وكاين الذكاء وما كنحاسب الذكاء الاصطناعي وكانوا عاطينا الكذوب. الذكاء المغربي يصنع لك احسن ملعب عالمي بحال تفرج اوروبا. ملعب ولا راعي، ملعب ما شاء الله تحفه، ملعب مولاي الحسن تحفه. راه تجري فيها المقابله وفي امطار وواحد الجو رائع. الجماهير مع الكابون الجماهير مع الكابون كونتر اللي صح يستاهلوا هذيك اللي يخرج فيهم الهضره، سيرتو اليوبي فيهم الفهمه. بغيتهم يخسروا ما نكونش حتى المقابله والله الا تيراني مع الكابون بغيتهم يخسروا. مي الافتتاح الرسمي ديال احسن ملعب تحفه، ملعب مولاي الحسن كنت تصور انا ديالو كامل ديال اليوم ما شاء الله. ارضيه الميدان ولا اروع، ما فيه حتى شي حاجه تعب. كلشي شوف من احسن الجوانب. انا والله نتفرج المقابله ديال الجزائر، تفرجت لها شويه ديال الجزائر والزيمبابوي راهم لاعبين في السعوديه. والله الا هذا احسن من ذاك الملعب اللي راهم لاعبين فيه في السعوديه، والله الا بدون مجامله وبدون لا دخلوا تفرجوا فيه في السعوديه. راهم لاعبين في واحد الملعب ما عرفتش شنو يداوم هذاك الملعب هذاك. السعوديه عندها ملاعب تاهي عندها ملاعب عالم، ولكن هذاك الملعب اللي راهم يلعبوا فيه الجزائر والزيمبابوي والله سيدي لا هذا ديال ملعب مولاي الحسن لا احسن به. جاي ظريف ونقي وما فيه لا شباك، فيه 3 متر، ما فيه لا هذيك. تفرج وقاعد مهم حاجه روعه. نتمنى ان شاء الله ما يزيدوا غير في لا سيكوريتي قدام الملعب، لانه باش بناك عارف انه يقدر ينقص كاين اللي مريض براسو وراكم فاهمين. مي والله العظيم ملعب روعه، ملعب عالمي. يعني المغرب الافتتاح الرسمي ديال ملعب مولاي الحسن، واحد 2 سوايع ولا واحد 3 سوايع عاود الافتتاح الرسمي ديال الملعب البارد اللي حتى هو غادي نهضروا عليه بلاتي، هو وملعب طنجه اللي غادي يكون الافتتاح الرسمي ديالو غدوه. هذاك تحفه عالميه هذاك كاع بوحدو. مي ملعب مولاي الحسن ما شاء الله صفعه قويه. هنا قبيله وانا ندور في الفيسبوك قلت كاين شي صحابي غادي يغلط ويحطها. هما راهم شافوا، هما راهم يتفرجوا مي قلبهم لداخل مع الحسد والغيره مقنوطين. ها نحط لكم التصاور، ها روحوا تفرجوا. ها الملعب راه كاين في الاذاعات كاملين الام بي سي وهذيك الشيء. تفرجوا غير تفرجوا، دخلوا تفرجوا المقابله راه في ملعب مولاي الحسن. تخيل 4 ملاعب تحف تما في مدينه الرباط في اجواء امطار ما شاء الله. يعني واحد الاجواء ويعني شوف ربي نزل الغيث في الوقت اللي تفتحوا الملاعب ما شاء الله. يعني حاجه لانه المغاربه ما شاء الله قلوبهم بويض وناس طيبين والله بدون مجامله. والله لانه انا يعجبني واحد اللي يخدم